السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني وكلشي مزيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال باذن الله. اليوم كنت غادي ندير الفلفله معمره بالرز والدجاج، وكنت غادي نشارك معكم ان شاء الله. واللي غادي نحتاج فيها باذن الله 2 كيسان ديال الرز من بعد ما نقيته ورطبته في الماء واحد نص ساعه. وغادي نحتاج فيها واحد 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار. وغادي نحتاج فيها واحد البصله متوسطه، ما كبيراش وما صغيراش، وجوج فصوص ديال الثوم كبار. وغادي نحتاج فيها هنا واحد 2 معالق ديال الاربع، يعني قزبر ومعدنوس 2 معالق كبار. والفلفله كتبقى على حسب افراد الاسره. انا عندي هنا 4 ديال الفلفلات، ممكن انكم تزيدوا ديروا 5 ولا 6. وبالنسبه للتوابل انا غادي نبدا ان شاء الله قدام نقول لكم شحال غادي ندير ديال التوابل اللي غادي يكونوا معايا ان شاء الله. على بركه الله غادي نبداو ناخذ دابا هنا هاد الطنجره اللي غادي ندير فيها هاد البصيله هادي. غندير فيها هاد البصله تشحر ليا واحد شويه. غندير واحد 3 معالق ديال الزيت البلديه، يعني زيت العود 3 معالق. وغادي ندير هنايا شويه الملحه. الملحه كما كنقول لكم راه كتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. انا غادي ندير هنايا ريس ديال المعلقه صغيره، معلقه صغيره، وانتم غادي ديروا القياس اللي غادي يناسبكم. دابا غادي نخليها حتى تطيح ليا هذه البصله شويه، وعاد غادي نزيد الدجاج. غادي نشحرات لنا البصيله، كنديروا عليها 2 فصوص ديال الثومه اللي كتكون الفصوص كبار. غادي نزيد عليها الدجاج حتى الطريقه الصغار، ونخليه حتى يتشحر ليا مزيان. هاد الكتاب ديال الدجاج هاد البصيله وهاد الثومه. وعاد ديك الساعه ندير التوابل. غادي نحتاج واحد نص معلقه صغيره ديال السكينجبير. وغادي نحتاج نص معلقه ديال الابزار ولا الفلفل الاسود. وغادي نحتاج معلقه ديال التحميره، داخل شويه السودانيه قل من راس معلقه. وغادي ندخل هاد السودانيه، وغادي نعاود نزيد الكمون. غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الكمون، نزيد على داك التوابل اللي درنا في الاول. دابا غادي ناخذ هذا الرز 2 كيسان كما قلت لكم. غادي نشحر لنا الدجاج ونشرب داك التوابل اللي درنا. نحاول شويه ندخل حتى هو شحر شويه على هاد الدجاج والتوابل. وعاد غادي نزيد الربيع ان شاء الله. غادي ناخذ دابا 2 معالق ديال الربيع. ودابا غادي ندير الماء. انا خديت 2 كيسان ديال الرز، يعني غادي نضوب الكميه ديال الماء. الا كنا واخدين 2 كيسان ديال الرز غادي ندير 3 كيسان ديال الماء، وغادي نسكتوه وغنخليه حتى ما يشد لينا مزيان من هذاك الماء. ونطلب ونشد لينا الماء ونرجعو ان شاء الله.
دابا غادي ندوز باش نحضر الصوص ديال الطوماط. دابا هنايا خديت واحد 3 ديال المطيشات وغادي دابا نخليهم يتسلقوا واحد شويه، غير يغلى فيهم، غير تبان لينا الجلده ديالها دارت، وغادي نطفيو عليها بالجلفه ديالها ان شاء الله. غادي نطحنوها قلت هكا ديال الماء معاها. نتوما بغيتو تحكوها حكوها ماشي مشكل، المهم انا غادي ندير هكا كتجي مزيانه. دابا ها كنشوف من الماء ونغسلو فيه بحال هكا دابا مزيانه. غادي ندخل عليه دابا غادي نمشي باش نقطعو الفلفله ونكملو ان شاء الله. المطيشه هي حتى هي من بعد ما طابت ليا نص سلقه. دابا غادي نجيو نقطعو الفلفله ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. نديرو هكا غير بشويه حطو البال ضربو يديكم بحال هكا. وغادي نحيدو ليها القلب ديالها الصغيره بحال هكا. غادي نمشي لهاد الفلفلات كاملين وحدهم. انا اصلا نديرها غير 4 فلفلات، ثم راه ممكن انكم ديروا 5 ولا 6 ولا اللي حبيتو ديروا على حسب الاسره ديالكم. هذا الفصوص ديال الثومه نطحنو مع هاد المطيشه هادي. هي مطيشه ملي طحنتها يعني بالزريعه ديالها بالجلفه ديالها. غادي ناخذ هنايا 2 معالق ديال الربيع كبار، وغادي ناخذ هنايا 2 معالق ديال صوص طوماط، اولا ممكن تعوضوها معلقه صغيره مطيشه ديال الحك، يعني مطيشه مركزه باش كتعقد لينا هذاك لاصوص. وغادي ناخذ هاد 2 معالق ديال الربيع. غادي ناخذ راس معلقه ديال الابصار يعني فلفل اسود. انا راه كندير القيس غير باش نوريكم. غادي ناخذ تحميره القياس هذا معلقه صغيره. وغادي ناخذ السودانيه يعني رشه ديال السودانيه. اللي تيبغي غير الحار يزيد، انا غادي تناخذ اكثر من رشه. نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروا الحار ما ديروش، كيبقى لكم الاختيار. غادي ندير شويه ديال الخرقوم يعني غير شويه، ماشي راس معلقه، قل من راس معلقه ديال الخرقوم. وغادي ناخذ معلقه ديال راس معلقه ديال الكمون. والملحه كتبقى على حسب الذوق يعني كله كيف القياس ديالو ديال الملحه. انا غادي ندير غير راس معلقه حيت انا دايره الملحه في الحشوه. وبالنسبه لزيت العود غادي نحتاج هنايا 2 معالق ديال زيت العود كبار. دابا هذا هو الصوص ديال المطيشه اللي غادي نديرو في القالب يعني لتحت، وغادي نديرو فوق الفلفله. ولا كنتو غادي تحكوا المطيشه راه غادي نطيبوها في المقله. دابا حيت علاش حنايا ما غاديش نطيبوها حيتاش سلقت مطيشه، داكشي علاش غادي نديروها ديريكت. ملي كنتو غادي تحكوها ضروري غادي نشحروها مع شويه الربيع وشويه الثومه والربيع. غادي نخويها هنا، شفتو كيفاش كتجي عاقده وزوينه صافي. ودابا غنبدا نعمر الفلفله ونبدا نحطو فوق.
دابا ها هي الفلفله من بعد ما عمرناها. غادي دابا ناخذ هاد الورق ديال الزبده، غادي نفزقو بشويه الماء وغادي نغطيها من الفوق باش ما تحرقش لينا، وغادي نشعلو عليها من الفوق ومن تحت واحد ربع ساعه وغادي نخرجوها ان شاء الله. دابا هذا هو الشكل النهائي ديالو، ديال الفلفله معمره بالروز والدجاج. كتجي على هذا الشكل، كتجي بنينه بزاف. الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف وغتعجب الوليدات. كما قلت لكم الفرماج راه كيبقى اختيار، بغيتو ديروه ديروا، ما بغيتوش ديروا تخليوها غير هكاك كتجي زوينه. وكنتمنى اللي عجبكم الطبق ديال اليوم ما تبخلوش عليا بشي كومونتير يكون زوين وجيم، وكنتمنى اللي شاف الفيديو لاول مره ما يبخلش عليا بالاشتراك. وشكرا بزاف، والى فيديو قادم باذن الله بالصحه والراحه.